تناشد المجتمع الدولي بحماية المدنيين وتطبيق القرار. الآن في قصف بالمدفعية وبالراجمات على كل أحياء بنغازي. الآن حسب شاهد عيان يقول أن هي دخلت في القوارشة، والآن هي طبعا رجمت قصفت بالراجمات وبالمدافع منطقة القوارشة، ثم دخلتها بعد حوالي ساعة، والآن تقصف في منطقة قريونس، والآن دخلتها في بنغازي. حتى تكون هناك كارثة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لتطبيق قرارات مجلس الأمن، فيكون هناك كارثة حقيقية، ويدخل الأحياء ويتخذ من الأطفال ومن النساء ومن الناس الكبار دروعا بشرية لمقاومة الشباب الذين يناضلون بشجاعة نادرة. العالم يتفرج علينا حتى من بعد صدور القرار. كان المفروض أن القرار يطبق فورا، وسمعنا بهذا أنه سيطبق فورا صدوره، ولكن نحن الآن دخلنا في أكثر من 40 ساعة من صدور القرار. المجلس الوطني يطالب بأن المجتمع الدولي لابد أنه يتدخل لمواقع القذافي لإنقاذ ما يمكن إنقاذهم من المدنيين الذين يحاول القذافي لإبادتهم بشكل فظيع.